السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس، هنعمله في البيت بطريقة صحية وبطريقة نظيفة لولادنا عشان نضمن فعلا جودته، لان فعلا من بره الفول من بره كارثة يا جماعة. الفول بره لا بيتنقع ولا بيتغسل، ومع ان النقع ده مسألة ضرورية. تقول لي ست البيت القشرة بتعمل، تقول لي بكذا، لا هو لازم يتنقع 12 ساعة، لان في مادة اسمها الفيتيك اسيد. المادة دي اللي بتساعد على امتصاص بتعوق أصلا امتصاص الحديد، فبالتالي بتسبب لنا أنيميا. فمعظم الناس طبعا، مين ما عندوش أنيميا؟ كل الناس عندها أنيميا بسبب الفول بتاع الشارع. ما بيتغسلش يا جماعة، بيتسوى بطريقة أصلا غير صحيه، بيتساوي في نص ساعه. ازاي بقى فول يستوي في نص ساعه هو اصلا ما اتنقعش؟ بيتحط له مواد كيماويه مأكولة المصدر، بتجيب لنا سرطانات واورام وبلاوي زرقاء وبتاثر على الكبد والكلام ده كله. بيحطوا له رز طبعا اكيد ما اتغسلش، بيحطوا له حاجات نشا عشان خاطر يتخنوه ويخلوه بقى قدامك كده زي القشطه، ماشي، ويحطوا له لون، ماشي. وفي نفس الوقت كمان يزودوا له مثلا فول داش، يزودوا له عيش، ده اللي عرفته كمان، علشان خاطر يبقى قدامك تخين، ويزودوه ويديك الشكل اللي انت بتشوفيه وبتبقي شايفه ان هو فول واو، وهو اصلا مليان بلاوي، ماشي. لا بيتغسل ولا بيتنقى ولا بيتنقع، ماشي. وطبعا كل ده احنا في الاخر بنيجي ناكله وعادي جدا ومفيش اي حاجه. طب وليه يا جماعه احنا نعمله في بيتنا والموضوع كله ولا هو صعب ولا هو في اي حاجه؟ علشان خاطر ولادك حتى، مش عشان خاطر يعني انت، عشان خاطر ولادنا. ده مهم جدا. هنعمله بطريقه سهله جدا اهوت. الفول فول فلاحي بلدي زي ما انتم شايفين، ده احسن بكتير من المستورد، خلاص، ومتوفر. هنجيبه وننقعه 12 ساعه من بالليل. تقولي لي القشره، ما تقوليش القشره، اهو اتنقع زي الفل وما فيهوش اي حاجه، خلاص. ودعكتيه لحد ما الرغوه البيضه ديت اللي هي ماده الفيتيك اسيد ديت شلتها خالص، وبقى جميل كده وحلو. وحطيت عليه ميه نظيفه اهو، في قدره، في حله، في الفواله، اي حاجه عندك، خلاص، بالشكل ده، تمام. الفورة بتاخد لها حوالي 350 جرام، وبنحط عليها حوالي كوباية عدس أو نص كوباية، لأنه بتزود البروتين، ده بروتين وبيزوده كمان وبيديله لون جميل وحاجة صحية ومش صناعية. ورشة كركم. رشة الكركم مش عشان اللون بس، لا، عشان خاطر الفول بيتأكسد لما بيتعرض للهواء بيسود، لا دي بتدي بتخليه لما بيتعرض للهواء دي مضاد للأكسدة، خلاص كده. يبقى احنا كده عملنا الفول بطريقة صحية وما فيهوش أي حاجة لحد كده. الموضوع مش صعب جدا. نقعتك ليه هتخليه يستوي في ساعتين زمن بالظبط، وعلى نار شمعة بالشكل ده، يا دوب يغلي هنوطي عليه شمعة، وحاطه انا الكنكه فوقيه، او حطيها على النار تزودي منها الفول كل ما ينقص لحد ما يستوي يبقى دايب معاكي وزي القشطه، خلاص. حاطه فيه ليمونه اهي شرايح عشان خاطر الليمون طبعا فايدته جميله. خلاص بقى معايا عامل ازاي يا جماعه؟ دايب. القشرة بتاعته دايبة قبل، يعني القشرة زي اللحم، الاتنين زي بعض دايبين وزي العسل. هتشوفنا وانا بهرسه دلوقتي اهو. عايزة حبوب براحتك، بتحبي حبوب خلاص هتسيبيه سليم زي ما هو، وحطي بقى شوية كمون وشوية ليمون واعملي حبشي زي ما انت عايزة، وملح وزيت حار وقرن شطة. الفول له طرق كتير، تعملي في السحور، تعملي بالبيت، تعملي بالخلطة، تعمليه بالطحينة، تعمليه بالطماطم. ليه طرق كتير هنعملها مع بعض للسحور. يبقى انت كده ضمنتي الجودة بتاعته، ضمنتي النظافة بتاعته، حاجة ببيتك وعاملاها على ايدك. دي مهمة جدا جدا. وانا ركزت قوي على حكاية الفول دي لان فعلا ده سبب في امراض كتير جدا جدا احنا بنعاني منها واحنا مش عارفين للأسف. فليه الموضوع بسيط وسهل جدا مفهوش أي حاجة، وأوفر لك. لو من ناحية كمان ناحية الاقتصاد، لا هي من الناحية الاقتصادية هي موفرة جدا، خلاص. والموضوع سهل مفهوش أي حاجة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا. يا رب إن شاء الله بإذن الله نعمل كلنا الفول في البيت وما نشتروش من بره عشان صحتنا وصحة ولادنا. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم واكون ضيفة خفيفة عليكم ان شاء الله. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.